السلام عليكم خوتي المشاهدين. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنديروا الملويات معمرين بالخضره. عندي هنا البصله في طنجره مشلضه سنانف، درت عليها الفلافل الخضراء والحمراء، الكمون، البزار، السكينجبيل، الخرقوم وشويه د الحار والتحميره. غادي نشحر هادشي مزيان وبطبيعه الحال مليحه. غادي نشحر هادشي مزيان كما كتشوفوا معايا. هانتوما الفلافل والبصله قطعتهم طوال كما كتشوفوا، حتى البصله مقطعه طويله وزويته مليحه كما قلت لكم. ودابا اخوتي العزاز غنوريكم ان شاء الله الخضيره اللي غادي ندير في هاد الملويات معمرين. كنتمنى من الله يعجبوا المشاهدين ديالي ويكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وتحياتي لكم فيما كنتو خارج الوطن داخل الوطن. كما كتشوفوا معايا هنا عندي كفيته، كما كتشوفوا كفيته. عندي هنا قزبر معدنوس، عندي هنا خيزو محكوك، شويه الشحمه ديال الكلوه، القرعه محكوكه كما كتشوفوا معايا، القرعه محكوكه، خيزو محكوك، شويه الكفته د لادان كما كتشوفوا معايا. هنا العجينه ديالنا هي عاجنينها كترتاح، عجينه عاديه د الملاوي، راكم عارفين كيفاش كتعجن العجينه د الملاوي عاديه غير مليحه والفرص والفينو. الخضره ديالي دابا غنديرها في الطنجره بعد ما تشحرت ديك الفلافل وديك البصله. غندير دابا الخضره، سمحوا لي، غندير دابا الخضره ديالي تشحر هكا. غنزيد عليها هنا ليمون مصير مقطع كما كتشوفوا معايا، غنزيد عليها الربيع حتى هو مقطع كما كتشوفوا معايا. وغادي نزيد عليها الزيتون هنايا مقطع حتى هو كما كتشوفوا معايا، الزيتون مقطع هو هذا. وغادي نزيد عليها الكفيته ديالنا كما كتشوفوا بطبيعه الحال. انا درت الكفيته غير ديال لادان، نتوما ديروا اللي بغيتوا، يا لادان مقطع رقيق يا كفته البقري اللي بغيتوا نتوما ديروا. دابا اخوتي العزاز غادي نحرك باش تدخل ديك العطريه كلها معانا في الخضيره كما كتشوفوا معايا. راني تبارك الله درت الخضره بزايد والربيع وداك الشيء. ما نقول لكمش اخوتي العزاز كيفاش كيجي هاد الخبيزات معمرين بالخضره والكفيته والشحمه. راه درتها حتى هي دابت مع سميتو مع البصيله، ما كتجيش باينه ملي كدوب ديك الشحمه، ما كتجيش باينه اخوتي العزاز، وكتعطي مذاق ولذه للطنيجره ديالنا الخضيره. ايوا انتم اخوتي العزاز من بعد ما تشحرت الخضيره ديالنا حنا درناها في الشبكه كتسخطر من داك الميها اللي كتبقى فيها. الملاوي ديالنا ما طلقناهم كما كتشوفوا معايا، نتوما راه سرحتهم وطلقتهم بحال هذا الشكل هكا، وطويتهم بحال هكا على مربعات. وغادي نخليهم يرتاحوا شويه، ومن بعد غادي نطلقوهم نقطعوا بالموس. ها انتم بحال هكا غنخليهم دابا يرتاحوا بحال هكا، نخليهم يطلقوا راسهم شويه. غادي نهزو هذيك طلقت راسها في الاول اللي عمرت في الاول وطلقت راسها كما كتشوفوا معايا. ها هي هما كلهم طلقاهم عمراهم. دابا هذه راه درتها هي الاولى، هي طلقت راسها عمرتها وطلقتها، ودابا هي طلقت راسها. دابا ها نتوما كتشوفوا معايا انا كنسرحها بحال هكا. عرفتوا خوتي العزاز كتجيو الملاوي مرقين فنين كيجيو مقرمشين، ما شهيتكم فيها ما خوتي العزاز. دابا بعد ما نسرحها هكا نطلقها مزيان غنجيب الموس كما كتشوفوا معايا، وغنقطع العجينه على ربعه هكا ونقطعها هكا كما كتشوفوا معايا بحال هكا. وغنبدا نعمر، غنبدا نهز الخضيره ديالي ونديرها، نتوما راه تشحرات وقطرات من ديك الزويته اللي كانت فيها وداك الشيء. هانتوما بحال هكا غنلاقيها بحال هكا. وغادي ندير لها ديك الحبه الزيتون كما كتشوفوا. الا كانت عندكم حبه الزيتون خضراء ديروا خضراء، كانت عندكم حبه زيتون كحله ديروا كحله، على حسب الاختيار اللي عندكم موفر في الدار، ماشي ضروري يكون بحال هكا كما كتشوفوا. ها نتوما دابا اخوتي العزاز غنهز ونحط في الطبسيل، ومن بعد غندهن بالزويته. نتوما دهنوا بالبيض، الا كان عندكم البيض دهنوا بالبيض. انا ما كانش عندي البيض متوفر في الدار، دهنت غير بالزيت. نتوما دهنت بالزيت فيه التحميره، ديك الزويته اللي كتسقطر من تحت الخضره من تحت هزوها ودهنوا بها دوك الخبيزات. ها نتوما ديك الزويته اللي كتسقطر تحت الخضره هزوها ودهنوا بها الملاوي ديالكم اللي تدخلوا الفران. ايوا دخلوا من الفران، شعلوا الفران يسخن هو الاول ملي تكونوا كتعمروا الفران راه كيسخن. ديك الساعه دخلوهم يطيبوا من الفوق وهبطوهم يتحمروا من تحت. ايوا هما هادو المليويات ديالنا كيجاكم مع برير الداتاي. ايوا ما شهيتكم كيجاو يا خوتي مقرمشين وشي مذاق فيهم بوحدو. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى من الله يعجبكم، يعجب المشاهدين ديالي، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والابوني ديالكم. وتحياتي للعزاز الغاليين خارج الوطن وداخل الوطن، شكرا لكم.